هو هيرجع اخر الليل بعد الله اعلم مكان فين يشيش، يروح عند واحد صاحبه، يروح لواحده بيحبها، هيرجع اخر الليل يلاقي صينيه البطاطس والفرختين متحمرتين ومعوله يا ولدي جنبه، بتحط ايده على كتفه ونفسها ايه ياكل ويتهنى. بيتي، بنتنا، ستنا، اختنا عايزه كده، عايزه ده الراجل وخلفنا منه. الميراث بتاعنا بقى، الميراث بتاع هنعمل ايه ونصيبنا وكل شيء نصيب، وهو والله ما هو نصيب. عكه، وقع سودة، اختيار منيل، ده اللي يرضي ربنا وقابله عليه. نصيب مين؟ هرجع تاني واقول نصيبك يعني مناخيرك، لون عينك، طولك او قصرك، ابوك، بلدك، ده اللي ملكش فيه يد. انما تختار حد تتجوزه وتقول لي نصيب، لا، احنا مش بنختار، احنا بننعك وبنندب وبتقع الفاس في الراس، وفي الاخر نكتشف ان احنا مش لبعضينا عشان كنا مستعجلين وعايزين نلم الدور ونبقى زينا زي الناس. خلاص علا وطنت نفسها على ان حبيب القلب والروح وابو الثلاثه هو نور عينيها، يعمل كان اللي هو عايزه وهي تقول له ولا يهمك يا اخويا. ياما ستات بالطريقه دي وهن مجرمات، انا بقولها اهو مجرمات، لان ده مش استشهاد في سبيل الله. الاستشهاد في سبيل الله ان يكون معاكي حد محترم ويعجز وتقوميه، انما واحد منحرف سلوكه منحرف يجوع عياله ويجوعك وتعيش العمر، يجي لك ضغط وسكر وتعاني وتقولي لي ربنا هيديني ثوابي وثواب دجل.